السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوجبة، هي وجبة صالحة للناس عاديين وصالحة حتى الناس اللي كيديروا الحمية. هاد الوجبة هذه اللي غادي نديروها يعني عبارة عن مراحل. المرحلة الأولى غنبداو بأننا غادي ناخدو، آه غادي نحتاجو ليها البطاطا قطعناها. انا كيف ما سبق لي قلت لكم بانني كندير بطاطا بالقشور، يعني هاد البطاطا ديال شديتها وغسلتها مزيان بخرقه ديال الاواني، تتكون جديده. ودرت لها الخل باش يعني لا تكون ليا شي بكتيريا فيها ولا شي حاجه، باش نكون مطمئنه. وقطعتها هكا، شنفتها بحال هكا. غادي ندير هاد البطاطا هادي، غادي ندير ليها واحد المجموعه ديال التوابل، من بينها البزار، وغادي نحتاج ليها واحد شويه الكمون. غادي نحتاج واحد الاعشاب المنسمه، فيها الزعتره والازير، الفلفل الاحمر الحلو، قليل من الملح، وواحد الفص من الثوم اللي معستو مزيان ويعني وقطعته مزيان. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج. غادي ناخد هاد البطاطس ديالي، غادي نديرها في هاد الاناء هذا، وغادي ندير عليها هاد المجموعه ديال التوابل اللي قلت. يعني غادي نرش عليها الابزار، وغادي نرش عليها الكمون، وهاد هاد الاعشاب المنسمه غادي نشدهم بحال هكا ونفرتتهم فوق منها باش يعني ياخذوا لي النسمه ديالهم. غادي ناخذ واحد هاد الثومه هادي حتى هي نديرها. غادي ندير معاها واحد شويه د الملحه، ما نكثروش الملحه، يعني القياس اللي باش ما تجيناش بطاطا ملحه. غادي ناخذ هذا الفلفل الاحمر الحلو حتى هو، وغادي نديرو معاها واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه ما نفوتوهاش. كما قلنا حنا عندنا اكل صحي، معلقه ما نفوتوهاش. ونحركو نخلطو هاد الشي كله باش ينسجم لينا. البطاطس ديالنا صافي، انا كما شفتوا درت ليها التوابل ديالها يعني وخلطتها مع بعضياتها باش تاخذ ليا كلشي التوابل وداك الاعشاب المنسمه. درتها في مول وسرحتها في المول، ويعني ما تكونش وحده فوق وحده، يعني كل وحده شاده بلاصتها، يعني حتى وحده ما تغطي على الاخرى. وغادي ندخلوها للفران، غادي نخليوها ونغطوها بفيلم اليمونتير، ولا نغطوها بشي غطايه اللي غادي تليق لينا ندخلوها للفران، يعني شي حاجه اللي ما تهرس ليناش الا دخلناها للفران. ونخليوها تقريبا 15 دقيقه. من بعد نحيدو الغطاء ونخليوها حتى تتقرمش لينا وتحمر، وكنخرجوها من الفران. دابا غادي نديرها في الفرن. الوقيته اللي درت انا البطاطس ديالي باش طيب في الفران، غادي نديرو يعني البقيه ديال المقادير ديال الوجبه ديالنا. الوجبه ديالنا فيها الطبق الرئيسي هو السمك السردين. السمك السردين مفيد بزاف، مفيد بزاف، يعني بواحد الطريقه ما نكذبش عليكم، غريبه بزاف. هو بصراحه هو ماشي شي ثمن غالي، يعني كاع الا غلا هاد السمك ديال السردين كيوصل ديك 20 درهم. فمن الاحسن اننا ناخذوه بزاف لانه كينفعنا. فيه واحد المجموعه ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه، وفيه يعني الدهون الغير المشبعة، والدهون حادية يعني المشبعة. وفيه بوتاسيوم، فيه الكالسيوم، فيه الحديد، فيه الفوسفور، فيه الصوديوم، فيه فيتامين بي 6، فيه فيتامين بي 11، وفيه فيتامين ودال وكا، اوميغا 3. وهادشي كله مزيان كينفعنا، باش يحمينا من امراض القلب والشرايين، تي مقوي للعظام، ومزيان للبشره، يعني كيعطينا واحد يعني تيدعم البشره ديالنا. فهادشي كله كاين في هاد السمك اللي بصراحه الناس كيحقروه، ولكن هو راه مفيد بزاف. المهم هو انه خصو يطيب بطريقه صحيه، لان القل ديالو في الزيت هو اللي كيفسدو اصلا. الا لقينا طرق اللي تكون صحيه ونستعملوه فمزيان. قدرنا ناكلو 3 مرات في الاسبوع فمفيد. لهذا ما نترددوش الا كانوا عندنا، يعني الا قدينا نديروه فنديروه. انا بعدا شخصيا انا كنفضلو على جميع الاسماك. هاد الطريقه اللي غنوريكم انا كنديرها بزاف وكتعجبني، يعني كيجي بحال مقلي وهو ما مقليش في الزيت، كيطيب غير في الفرن. كناخد انا هذه وجبه ديال شخص واحد، انا احتاجيت غير 4 ديال السمكات.
هاد السمك غسلته، حيت له السلسول ديالو، حيت له القشره اللي كتكون برا، وتنخلي ليه دوك الشوك ديالو رقيق، تنخليه معليش مزيان، لانه مزيان فيه يعني مزيان للعظام، فيه الكالسيوم. كنحتاجوا واحد الكميه لا باس بها ديال الربيع، قزبر معدنوس، وواحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم، لان دايره انا هنايا عندي جوج ديال الفصوص ديال الثوم معستهم مزيان. كنحتاجوا واحد المجموعه ديال التوابل. عندي فيه واحد راس المعلقه ديال الكمون، شويه الملحه، واحد نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه ديال الفول الاحمر الحلو. كنحتاجوا واحد الكميه ديال الزيتون الاحمر اللي حيدنا ليه العظم ديالو، قطعناه يعني قطع صغيره. الحامض كنحتاجوه حتى هو. كنحتاجوا لواحد الكميه لا باس بها ديال لاشابلور. هاد لاشابلور هادي انا بسبستها بالزيت. هاد لاشابلور هادي بصراحه الطريقه ديالها راه سهله بزاف، يعني واحد النهار غندير شي فيديو غادي نوريكم الطريقه باش غادي ديروا لاشابلور اللي كتكون ذهبه ولا لاشابلور اللي كتكون بيضاء. على بركه الله غادي نمشيو للطريقه ديال التحضير. خديت التوابل ديالي درتها مع هاد الربيع، القزبر معدنوس والثومه، غادي نعصر عليهم واحد شويه ديال الحامض بحال هكا صافي، ونخلطهم مزيان. بعد ما خلطت الشرموله ديالي كناخذ السمك ديالي. هاد الطريقه اللي غادي نديرو دابا، الا كان من الممكن انكم ديروها يعني بالليل ولا يعني بوقت ابكر فاحسن، لان السمك ديالنا كما قلت لكم خصو يتغسل على اتساع، ويبقى حتى ينشف، يعني ينشف مزيان من الماء ديالو، ما يبقاش يعني في الماء. ونشرملوه ونخليوه نديرو في الثلاجه، ونخليوه حتى مثلا بغينا نخدمو به الغد نوجدوه اليوم ونخليوه حتى غدا وعاد نخدمو به. غادي نخليو نديرو ليه هاد الشرموله دابا، ما عندناش الوقت، غادي نخليوه حتى غير واحد شي شويه، ومن بعد غادي نكملوا الطريقه ديال يعني ديال الوصفه ديالنا. بعد ما شرمنا السمك ديالنا خليناه ترقد واحد الفتره، لان كما شفتوا ما عندناش حنا الوقت، يعني انا قلت لكم نتوما ديروا الطريقه ديال الاخرى. غادي انا خديت هذاك الزيتون ديالي خلطته مع ما تبقى من الشرموله. غادي نهز هذاك الزيتون لانها غادي تكون كوم انفاس، غادي تكون كحشوه، غادي نعمر بها السردين ديالي بحال هكا، وغادي ندير وحده فوق وحده، ندير سردينه فوق سردينه، لان حنا طبيعه يعني ملي كنبغيو نقليو الحوت كنديروا بحال هكا، كنديروا فيه الشرموله ومن بعد كنقليوه، كنديروه في الدقيق وكنديروه يتقلى. هذه هي الطريقه يعني التقليديه اللي كنديروا. انا درت ليه هاد الشرموله بالزيتون، لان المذاق ديال الزيتون كيكون محمض كيجي زوين، فاش ملي كنكونوا كناكلوا السردينه كنطيحوا في داك المذاق الحلو الحامض اللي كيكون داخل، فكيجي المذاق ديالو يعني زوين. صافي غادي نكمل الخدمه ديالي. تناخذوا السمك ديالنا كنحطوه فوق من الشابلور، وكنبقى ندردروا عليه لا شابلور بحال هكا حتى يعني نغطيه مزيان بلا شابلور، يعني نغلفوه لا من الفوق ولا من التحت بلا شابلور. ومن بعد غادي نديروه في المول ديالنا، واحد المول يكون يعني اللي عنده الامكانيات باش يدير بابي سولفيغيزي مزيان باش ما يلصق ليناش الحوت ديالنا في القعر. ما عندناش غادي نديرو على واحد شويه ديال الزيت ندهنوا به المول ديالنا وصافي، ونحطوا السمك ديالنا وندخلوه للفران، نخليوه يعني على نار تكون يعني قويه، ونخليوه حتى ياخذ لينا اللون ونخرجوه كيجي مقرمش كيجي رائع. الطبق ديالنا هو وجدناه بعد ما خرجنا السمك ديالنا بعد ما تحمر، كيجي بحال مقلي تماما، كيجي مقرمش، ديك لا شابلور كتجي مقرمشه، وكتلقاي السمك ديالك طري من الداخل ما ناشفش، وما كايناش فيه حتى شي حاجه ديال الزيوت من الداخل، يعني السمك ديالنا طيب بطريقه صحيه 100%. هاد السمك هذا كناخذوه يعني مع هاد مجموعه ديال الخضر باش كتكون عندنا وجبه كامله متكامله. كناخذوا يعني كمقبله كناخذوا السلطه، هذه السلطه يعني طريه، يعني فيها الخس، فيها الفلفل في الالوان ديالو، فيها الخيار مطيشه، فيها اللوبيا المصبره. انا درت واحد مجموعه ديال الفيديوهات اللي فيهم يعني القطاني مصبره، وان شاء الله غادي ننزلهم على اليوتيوب. وهنا درنا البطاطس اللي وريتكم الطريقه ديالها، اللي كتجي طيبه ومقرمشه زوينه، يعني
لاننا محتاجين نشويات، فانا درت هاد النوع ديال النشويات. بلاص ما ناخذوا الخبز غادي ناخذوا البطاطس، والمن نشويات عندنا حتى في اللوبيا. وعندنا السلطه اللي طيبه هي الجزر اللي طيبناه بطريقه صحيه، يعني في جميع الفوائد توا، يعني مهم بزاف. كنقدموا هاد الطبق ديالنا وهاد السلطه ديالنا كنقدموها مع واحد لاصوص، يعني اللي عطيتكم يعني المكونات ديالها، اللي هي عباره عن ياغورت طبيعي ولا موطارد، وشويه البزار، شويه الملحه، شويه الكمون، المعدنوس، وواحد الفص ديال الثوم معوس ودرتو فيها زيت يعني زيت الزيتون وزريعه الكتان. هاد لا فينيغريت هذه كنديروها دائما، كنقدموها مع السلطه ديالنا لانها فعلا صحيه. بلاص ما ناخذوا المايونيز كناخذوا هذه. انا هذه هي لا فينيغريت اللي كندير دائما مع السلطات ديالي. وانتم كتشوفوا طبق كامل متكامل، فيه الخضار، فيه طريه، فيه الخضار اللي طيبه بطريقه صحيه، فيها البروتينات اللي موجوده في الاسماك، فيها البروتينات ايضا اللي موجوده في الخضار، يعني موجوده في البطاطس. النشويات كذلك موجوده في البطاطس، يعني كل شيء كاين. اذا هذه وجبه كامله متكامله ومزيانه للناس اللي كيديروا الحميه. كنت نتمنى لكم صح شهية طيبة، ونتلاقاو ان شاء الله في وجبة اخرى اللي غادي تكون صحية. ومع السلامة.